سنة جفافنا هنا الشتاء. أيام سنة اللي يجي 600 650 هذا كان هذا 54 سنة تجي هالوقت الليل مو من ورا الديار نشت؟ لا سنة جفافنا هنا الشتاء. مو تبع عمي حاج الشيخ تبع حاج الشيخ موسى هذا كمان هو شريك هذاك شريكنا هذاك الجنة وين نحن شريك تاخذ هلا مثل الدين تبع ايوه لا هذاك أنا عم بتذكر من طفولتي شي حوالي 15 نبع هلا بعرف أساميهم يعني كانوا هون، وهاي المنطقة كلها عم نزرعها يعني عم نزرعها كلها رز. يعني من طفولتي كنا عم نزرع رز، عم نزرع سمسم، عم نزرع بندورة، باذنجان، خيار. الحور كان هون، كان في التين، كان في الرمان. يعني عم بتذكر يعني هالنبعة اللي هلا عم نطلع عليها اسمها كانيا رش، يعني النبع الاسود حواليه كل احجار سود. صار عم بتذكر 3 مرات عم يجف هاد. اول شيء كان فيها السمك، عم طالع منها السمك، يعني انا واحد من الناس اللي طالعت منها السمك. هلا جفت. الاسباب التاريخيه اللي اجت، اولا الابار اثرت، وثانيا المناخ اللي هلا نحن عايشين فيه. يعني والله عم بتذكر شيء 15 نبع. بتذكر شيء اسمهم نبع اسمها كانيا رش، كانيا حجيره، عم تجي كانيا غولي. ليك قدامنا صايره كانيا غولي لهلا ميتة فيها، هي الوحيده اللي ما عم تنشف. يعني هلا كانيا غولي، كانيا حجيره، يعني هدول تنتين. بعد منها نافروك. يعني نافروك ايش عم تجي نافروك؟ يعني حواليها كلها شجر وارض مسطحه، عم تجي نافروك يعني ما بين الاشجار. وبعد منها كانيكوركا. يعني كانيكوركا 3 نبعات هن. تشوفها كلها حجر اسود، يعني مثل عين الاعمى عم بيقولوا لها. عين الاعمى هدول كان عم بيطلعوا مي، يعني بيطلع وبنشرب منها وبتمر، يعني ضل سنين ما عم تنشف. ونطلع هيك اللي هو شوي لفوق كانيا خفيره، هن شي 4 5 ينابيع صايره فوق هون هي شي مسافه تقريبا شي 3 متر 4 متر. كمان على طول كان في عم تجي من هنيك لهون. هاي الارض اللي قدامنا، هاي اللي شايفينها كلها كانت رز وشو اسمه سمسم وبندوره وخيار. والله هاي القريه كنا معروفين. يعني هاي قريه كانيا النعمه كان معروف بالبندوره تبعها، كان معروف بالشجر الحور تبعها، كان معروف بالرز تبعها، كان معروف بالسمسم تبعها. يعني وطبعا الخضار الصيفيه كلها يعني كنا عم نزرع من الفليفله، من البندوره، من باذنجان، من السمسم. حتى عم بتذكر بالضيعه كان عم بيشروا سجاير لف توتن. يعني عم بتذكر عم بيزرعوا التوتن هون، شايف كثير مرات وعم بيزرعوا التوتن فيها. طبعا هاي التجاره ما كان لها تجاره، كان هو شخصيته يعني عم بيشرب منها. سد تربسبية ذات مسكفت. الوضع الحالي هو تقريبا مستوى المي به منخفض بسبب قلة الأمطار بالموسم الحالي 2024 2025، اللي المنطقة حاليا تعاني من موجة الجفاف. فأثر هالشيء على مستوى المياه بالسد، لأن قلة الأمطار والعوامل الجوية من ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة التبخر. لأن السد بشكل أساسي هو يعتمد على مياه الأمطار، يعني ما في منبع يغذيه غير مياه الأمطار من سيول أو أحيانا ذوبان ثلوج من المنطقة الشمالية باتجاه السد. انخفض مستوى يعني من خلال زاد الجولات على المشاريع أو الآبار أو كذا، يعني لاحظنا أنه في انخفاض في مستوى المياه الجوفية، وخاصة الآبار السطحية في المنطقة الشمالية والقرى المنطقة الشمالية من منطقة تربسبية، خاصة الآبار اللي تتراوح بين 30 إلى 40 متر. يعني خلال الموسم الشتوي اللي تكون أمطاره كويسة كان فرضاً البير غزارته 4-3 إنش. هسا يا البير خرج عن الخدمة، يا مستوى المي بالبير يتراوح بين الإنج للإنج ونص للإنجين إذا توفر ويتقطع.
أما من حفر الآبار يعني الآبار المنزلية خاصة، الآبار الزراعية يعني احنا نقدر نقول يعني ما عم تمنح إلا عن طريق رخصة ضمن شروط فنية للبئر، ضمن مساحات محددة. يعني تقريبا يعني ما في يعني عدد الآبار الزراعية يعني الطلبات عليها كثيرة، بس نتيجة أنه الهيئة حددت شروط معيارية من خلال المساحة أو الشروط الفنية للبير قلصت عدد حفر الآبار الزراعية. وبالنسبة للآبار المنزلية نتيجة أنه القرية أحيانا ما في كهرباء تغذي البير الارتوازي الموجود بالقرية، الناس تلجأ إلى حفر الآبار. طبعا لها شروط، ولكن أنه زيادة الطلب على حفر الآبار المنزلية أو تعزيل الآبار المنزلية أحد الأسباب الرئيسية أنه البئر الارتوازي الموجود بالقرية ما عم يغذي القرية. يعني لو فرضا في كهرباء بالقرية أو محرك أو أي شيء يغذي البير وتتوزع المي على القرية، أعتقد ما راح حدا يعني يستعين ببير إلا هذا اللي بأطراف القرية اللي ما تصلوا المي. بس هلا اللي يعني تقريبا إذا تجي على القرية فرضت 80، إذا ما فيها البير الارتوازي يغذي القرية 80% من القرية يطالبوا بآبار. احنا بالنسبة للآبار الزراعية تتراوح بين 1000-1100 بير. ايه طبعا تابع لنا إرشادية تل معروف، أم عظام، وإرشادية كريمركة، 3 وحدات إرشادية إضافة للمركز تربسبية. فيما يخص استنزاف المياه الجوفية، يفضل أثناء فترات الجفاف ولو لفترة مؤقتة إيقاف حفر الآبار بشكل عام، إلا في بعض الحالات اللي تتطلب أنه حفر بئر بس في فترات الجفاف.